بالنسبة اليوم هو وسمة عار لمجلس النواب. كيف يعقل قبل معناه في انتخابات في قبل بجمعة يوقع تغيير فهمت للقانون؟ هل هذا يعقل في دولة عملت ثورة وديمقراطية؟ وتكلم رئيس الجمهورية قبل أن يكون رئيس جمهورية قال ورفض هذا الأمر. كيف هذا يعقل؟ نحن كمواطنون في تونس من حقنا مش نعبروا على رأينا، من حقنا نمارسوا حقوقنا. الشهداء متاع الثورة اللي دمائهم مشات زكية هم اللي عملوا الثورة هذيا، مش يخلونا احنا نتكلم ونعبروا على راينا. عمري في 60 سنة ما زلت في حياتي انا. نخلي الاجيال القادمه تجي الاجيال القادمه تحاسبك على القانون هذايا. نحن نريد اللي قالته المحكمه الاداريه هو اللي يطبق. نحن نريد دوله القانون والمؤسسات اللي حكمت به المحكمه الاداريه هذاك هو اللي يصير، وتدخل كل المرشحين للرئاسه وتكون انتخابات نزيهه وحره. هذا اللي طالبه الشعب التونسي وما هوش مزية على حد. الشعب التونسي بلغ من الرشد ومن الوعي على الشعوب العالم الكل، وعمل الثورة والثورة متاعه تهاتت بها العالم الكل. ما نحن مستعدين باش نتنازلوا عليها.